الحياة علمتني إن مهم إن أنت أو أنتي تستمتع بالرحلة أكتر من إن أنت تأجل و... وتستنى. يعني كنت دايما بفكر إيه الأحسن، إن أنا أفضل صابر مثلا وأقعد أحوش 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 وبعدين أجيب اللي أنا عايزه في الآخر، ولا أجيب اللي أنا عايزه دلوقتي وبعدين ابتدي ان انا احوش او استثمر او كده. فلقيت ان الاجابة ان لا، لازم استثمر في اني ازاي استمتع بالرحلة، لان دي الطريقة الوحيدة اللي خلتني اقدر اوصل لاهدافي بسرعة رهيبة. يعني اديكم مثال، مثلا لما كنت عايز اروح الجيم، كنت عايز التزم في الجيم، فخليت الموضوع بالنسبة لي جذاب بإني بدأت إن أنا أشتري لبس للجيم، بدأت إن أنا أجيب سماعات، أجيب حاجات حتى لو كانت تكلفتها عالية شوية، ولكن هتساعد إحساسي إنه يبقى حلو وتشجعني وتحفزني إن أنا أروح وأنتظم في الجيم عشان أستخدم الحاجات اللي أنا اشتريتها. نفس الفكرة برضو لو فكرت فيها، جالك شوية فلوس أو جالك مبلغ، بتفكر دايما طيب هل أنا إيه الأحسن، إن أنا أشتري أحوشهم ولا إن أنا أشتري بيهم حاجة تحفزني أو تخليني متحمس أكتر؟ لقيت فعلا إن الإجابة إن لأ، ما استناش، استثمر في نفسي، اشتري حاجات تحفزني، تخليني مستمتع بالرحلة أكتر، تخليني عايز أكمل، متحمس أشوف في إيه كمان في الرحلة مستنيني، احسن من ان انا افضل مستني وصابر. وفي النهاية يعني احساسي مش هيوصلني، احساسي لو ما كانش كويس وما كنتش مبسوط وسعيد، احساسي ده مش هيوصلني لان انا اوصل لاهدافي بسهولة. ممكن اوصل ليه مثلا، بس اصعب بكتير من ان انا لو كنت مستريح نفسيا ومبسوط نفسيا. فالغرض من الفيديو ده اني اشجعكم ان انتوا تستثمروا في نفسكم وما تسترخصش، اشتري احسن حاجة باكتر قيمة. الحاجة اللي قيمة هي دي اللي بتقعد معاك، هي دي اللي بتعيش، هي دي اللي تقدر لو قررت في يوم من الايام عايز تبيعها تقدر تبيعها، لو قررت في يوم من الايام ان انت مثلا اتزنقت بفلوس وعايز فلوس بتلاقيها، تقدر ان انت ترجع القيمة بتاعتها. لكن لو استرخصت دايما هتلاقي الحاجات دي بتترمي في الزبالة. وده المبدأ ده بيتطبق من تجربتي الشخصية على كل حاجة مهما كانت صغيرة ومهما كانت كبيرة. بس المهم ان انت تدرب نفسك من الحاجات الصغيرة. اشتريت قلم، هات احسن جودة، وهكذا.